أخواني يقول: ما هو علاج الحسد؟ مما يعالج به الحسد أن يعلم الإنسان أن الأرزاق قسمة من الله تعالى، سواء أرزاق العلم، أرزاق الدين، أرزاق الدنيا، قسمة من الله، الله قسم ذلك. فالحاسد هو في الحقيقة معترض على الله جل وعلا، أي كأنه يقول لله عز وجل: لماذا قسمت هذا؟ لماذا أعطيت فلانا هذا؟ فلان لا يستحق ذلك، يكره النعمة على غيره. فمن أعظم ما يعالج به الحسد أن يعلم الإنسان أن هذا شيء من الله، رزق من الله، ليس للإنسان فيه اختيار مبدئيا. نعم، هو يبذل السبب للوصول إليه، لكن هو رزق من الله تعالى. إذا قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فهذا من أعظم ما تداوي به الحسد. أيضا مما يداوى به الحسد أن تعلم أن حسدك ليس بضار لهذا الذي تحسده، لا يضره، بل سيبقى في نعمة الله ما دام على طاعة الله، وأنت تكتوي بنار الحسد، فلا يضره ذلك ولا يؤثر فيه شيئا. أيضا من علاج الحسد أن تعلم أن حسدك يضرك أنت، وتركك للحسد راحة لقلبك، لأن الحسد يبقيك مهموما مغموما، تفكر فيما أعطي الناس، فيما قسم لهم، فتبقى في غم. لكن اشغل نفسك بحالك، واعلم أن الله تعالى حكيم لا يقسم شيئا إلا وهو يعلم سبحانه أن ذاك الذي قسم له أهل له. حتى قال القائل: قال لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. يبقى مهموما المحسود غافل لا يدري بشيء، وذاك الحاسد في غم في كرب. الحسد يأكل باطنه فيعيش في غم، فليتذكر ذلك أن حسده لأخيه المسلم هو عبارة عن غموم وكروب وأحزان يدخلها على نفسه وفي غنى عنها. فهذا مما تعالج به الحسد. أيضا تستعيذ بالله تعالى منه. أيضا تعلم أنه أمر محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحاسدوا، حذر منه تحذيرا في أحاديث كثيرة. أخني يقول: هل يجوز أن يتمنى الإنسان أن يكون أفضل من أخيه ولا يكره نعمة الله على أخيه؟ نعم، هذا ليس من الحسد، هذا من التنافس في الخير، والله تعالى قد حث على التنافس، أن الإنسان يسعى أن يكون أفضل من غيره، أحسن منهم علما وأخلاقا وعملا وفي سائر الأمور، ولكن لا يكره نعمة الله على غيره، يحب لغيره الخير ويسعى أن يكون أفضل منه، هذا السباق إلى الخير. وأخوني يقول: ما معنى حديث لا حسد إلا في اثنتين؟ الحسد هنا بمعنى الغبطة، معنى أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، هذا جائز. إذا تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه ولا يكره نعمة الله على أخيه، لكن يتمنى أن يكون مثله، أو يتمنى أن يكون أفضل منه، هذا جائز، وهو الغبطة، وليس هذا من الحسد المذموم.